السلام عليكم، كي دايرين الخوت؟ صافا بخير. نتكلموا على داك الفيديو اللي دار واحد الضجه في مواقع التواصل الاجتماعي ديال الفيديو ديال داك الحوت، الحوته الكبيره اللي كلات داك الدري، اللي سرطات داك الدري في البحر. الحوته الكبيره اللي سرطات داك الدري في البحر. هو الاخوان هذاك الفيديو هذاك حوته كبيره كلات واحد، اكيد غيكون كلشي شاف داك الفيديو هذا. حوته كبيره، الدري هو وباه كيعوموا في البحر وخرجت واحد الحوت، هذاك الحوته الكبير، هذاك الدولفين الكبير، وزعما بحال كلا داك الدري بسميتو، كلا بداك لابالين اللي كيعوم بيها ولات تلقاتو. والناس دايرين حالة على هذا الفيديو هذا، سبحان الله كذا، كيقولوا سبحان الله كذا. والناس يعني تيقوا ان ذاك الواقعة حقيقية، وهي ذاك الواقعة الاخوان هذيك مجرد ذكاء اصطناعي. فيديو يعني تم تصوير الاب، تم تصوير الابن ديالو بواحد المقطع ديال الفيديو كيعوم في البحر بداك البوغيه ديالو، وخدم الفيديو بالذكاء الاصطناعي وعطانا واحد الحوته التهمت ذلك الشخص، وتم عاوتاني وتم يعني الاخراج ديالو من الفم ديالها وخرج في الجهه الاخرى. فهمتوا الاخوان؟ طريقه الذكاء الاصطناعي، وقاموا بالنشر ديال هذا الفيديو هذا في مواقع التواصل الاجتماعي، ولقاو واحد الانتشار كبير، واحد التعاليق كثيره بزاف. ودخلت انا كنقرا التعاليق ولقيت كلشي متيق داك الفيديو، كلشي يعني ما كاين شي واحد اللي لقيتو يعني عنده هاد الفكره انه فيديو تمت صناعته بالذكاء الاصطناعي اللي كاين حاليا. الاخوان والمتابعين والمشاهدين والناس اللي كتصفح هاد المواقع وهاد المقاطع ديال الفيديوهات، راه اغلبيه الفيديوهات اللي ولاو حاليا هما مقاطع ديال الذكاء الاصطناعي. وهذيك اللقطه علاش داروها يعني باش يطيحوا القيمه ديال سيدنا يونس. هذاك الفيديو ما داروش، هذاك الفيديو هذاك خرجوا الدجال هو اللي خرجوا، اللي كيتلاعب يعني بالمعجزات ديال الرسل والانبياء اللي وقعوا لهم بحال هاد الحوادث هادو، اللي ابتلعوا الحوت سيدنا يونس ومكث في بطن الحوت يعني واحد المده، العلم لله، واش 40 يوم ولا 50 يوم ولا اسبوع ولا العلم كيبقى عند الله سبحانه وتعالى. وثم يعني خرج داك الرسول من البطن ديال الحوت، وخرجاتو داك الحوته للشاطئ وبقى عايش. هذه معجزات ديال الرسل والانبياء، وليس انسان من طرف كيعوم هو وباه وغادي تلتهمو حوته وتولي تخرجو من فمه. هذاك راه ماشي رسول ولا نبي. هذوك الناس تستخدموا باش نتايا تجيك في المخيله ديالك راه حقا راه سيدنا يونس راه عادي، راه ما تبقاش انت تفكر بالمعجزات سيدنا يونس، تولي تبان لك هذيك حاجه عاديه، يعني ما بقاتش معجزه، يعني ولات وقعت ما بقاتش معجزه. واش فهمتوا؟ هادو من الافعال ديال الدجال اللي اخترع الذكاء الاصطناعي، واللي كيرمي لكم مقاطع ديال الفيديوهات اللي هي عندها واحد الاسرار، واحد المعاني، فيها واحد المعاني باطنيه. قليل الناس اللي عندهم بصيره ومؤمنين بالله وكيعرفوا الايمان وكيعرفوا القران وكيعرفوا الحقيقه ديال القران، وما وقع في القران وما سوف يقع حاليا وما يقع حاليا، الا واحد الفئه قليله من المؤمنين المخلصين الذين ليست في قلوبهم ذرة من النفاق أو الشر. أما أغلبية الناس فالكل يعني
كله يوجد مؤمنون ولكن مؤمنون ضعفاء يتم التلاعب بعقولهم. أما الذين هم مسلمون فقط لا إيمان فيهم فهم يتم التلاعب بهم بكثرة يوميا. فلهذا الإخوان يعني الإنسان يكون واحد الإنسان اللي هو منين يشوف شي حاجة يحاول ما أمكن أن يشوف شنو الهدف من موراها. يكون الإنسان عنده هاد القراءات كيقرا ما وراء الستار، إنما ماشي أي حاجة تجي وتشوفها وتبقى تهضر عليها أنت وتقولها للناس وتبارطاجيها مع الناس. وشوفوا عباد الله، شوفوا هاد هو غير فيديو مفبرك بالذكاء الاصطناعي بطريقة ذكية. والله إلا يعني أنا كيضرني الخاطر ديالي الغباء ديال الناس ولاو أغبياء، يعني ما بقاوش كيديروا التحليل، ما بقاوش كيحللوا الأمور بالمنطق وبالعقل ديالهم. ولا الإنسان يعني غير الحاجة اللي تعطاتو يعني كيتيقها ويهضر بيها ويعاود عليها ويشجعها بدون وعي. والله كأن هاد الناس يعني سكارى وما هم بسكارى. ذكرنا الله ذكرنا في هذا العصر أن الإنسان غيكون سكارى وما هم بسكارى. الإنسان بحال مدوخ وما عارفش وما فاهمش وخا ما شارب لا شراب لا والو. الناس كيبانوا لك ما كيديروا حتى حاجه، ما كيكميو ما كيشربوا ما والو، ولكن سكارى. باش سكارى ما فهمتش، لان الايمان ديالهم ضعيف او ما فيهمش الايمان في خطره، يعني عندهم غير السميه تاع المسلم فقط، اما الايمان لا يعلمون عنه شيء. ولهذا يعني كنصح الناس باش يبقاو يتيقوا بحال هاد الحوايج. هاد الحوايج راه عندهم ماليهم اللي عاشوا في واحد الوقت، وإلا كانوا غيجيو شي معجزات ويجيو شي حوايج راه غيجيو مع واحد الناس اللي هما غيكون باين فيهم داك الشيء. واحد الناس اللي غيكون داك الشيء ما موجدينلوش بالكاميرات. هذاك راه موجد الكاميرا لولدو، موجد داك اللقطه كيفيلميها، طق فيلما الفيديو في وسط البحر ودخل مع التليفون باش يفيلمي ولدو، باش يعني عندهم واحد المسرحيه غيخدموها. ولكن لا حياة لمن تنادي. لا اله الا الله محمد رسول الله. والله الا بنادم عالم ديال هذا الوقت الغباء. والله الا الغباء الا ولا كثير بزاف، لا حول ولا قوه الا بالله.